السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مستر؟ مين فيكم يعرف ترجمة كلمة serendipity؟ ايوه انا عارف. ده معناه بالظبط اني اكتشف حاجه مفيده مع اني ما كنتش بدور عليها اصلا. برافو، صح. هو مش احنا الاتنين نفس الشخص؟ ليه انت عرفت الاجابه وانا ما عرفتش؟ اعتقد ده عشان انا لابس حاجه مش مريحه. حاسس ان انا مشدود ومركز اكتر وعايز اجب. انت عندك نفس المعلومه بس مع كده انت مرتاح فمش مهتم اصلا، وممكن ما ركزتش حتى وسائل الآلات. يعني ايه اللي انت بتقوله؟ ايه علاقه اللبس باللي بيعرف يجاوب او لا، او اللي مركز او لا؟ تعالى بقى افهمك الموضوع ده اكتر. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو جبنا شخص وحطيناه في نفس الموقف مرتين بس في كل مرة بلبس مختلف عن التاني، فهتلاقي ان الشخص ده في كل مرة من المرتين بيتعامل مع الموقف بطريقة مختلفة على حسب اللبس اللي هو لابسه. فده معناه ان اللبس بيأثر تأثير كبير قوي على الشخصية وطريقة التفكير بقى والتركيز وكل الحاجات دي. وكمان لو خدت بالك ان شكل الشخص ولبسه وتسريحة شعره وكل الحاجات دي بتأثر على مدى قبول الشخص وكمان مدى مصداقيته. فانت ممكن تصدق واحد او تقبله وما تقبلوش على حسب شكله ولبسه. وفي نظرية اتعملت بتثبت الكلام ده بالظبط، والنظرية كانت عن تأثير المظهر في القضاء، وعملها واحد اسمه كارين غروسمان. ودي دراسة نفسية مشهورة جابوا فيها مجموعة من الناس عشان يلعبوا دور هيئة المحلفين. في النظرية دي جابوا نفس الأشخاص مرتين. المرة الأولى كانوا لابسين أي لبس وما كانوش متظبطين خالص، والمرة التانية كانوا ملبسينهم أحسن لبس ومسرحين بقى شعرهم وحالقين ومدرجين الجناب وعاملين كل حاجة متظبطة بالظبط. دول اللي كلامهم اتصدق وكلامهم كان مقنع بنسبة كبيرة قوي عن المجموعة التانية. وبالنسبة للعقوبة حتى، فالمجموعة اللي كانت لابسة كويس العقوبة كانت أخف بكتير قوي من العقوبة على الناس اللي كانت لابسة أي كلام. والعلم بيسمي ده تأثير الهالة، إن مخك لما بيلاقي ميزة واحدة في الشخص فبياخد الميزة دي ويبدأ يعكسها على شخصيته كلها، ويبدأ يفرض شخصية معينة على حسب الميزة اللي هو شافها دي، أيا يكن بقى ذكاء أو طيبة أو أمانة. كل الصفات اللي هتيجي في دماغه على حسب الميزة اللي هو شافها، فنتيجة لكده يقدر إنه يتقبل منه الكلام اللي ممكن يرفضه من أي شخص تاني. وغير كل ده بقى، اللبس بالذات بيأثر تأثير كبير قوي على التركيز بتاعك. سنة 2012 الباحثان هاني آدم وآدم جالينسكي عملوا تجربة عشان يعرفوا ازاي اللبس بيأثر في تركيز الإنسان وقدراته الذهنية. الخطوة الأولى من التجربة إن هم جابوا مجموعتين من الأشخاص وحطوهم في اختبار. الاختبار ده محتاج تركيز عالي عشان تعرف انك تحله. فالمجموعة الأولى لبسوهم بالطو أبيض وقالوا لهم إن ده لبس طبيب أو عالم، والمجموعة التانية خلوهم عادي بلبسهم الطبيعي إن هم رايحين بيه. واللي حصل بقى ان اللي لابسين بالطو ابيض كان نسبة تركيزهم اعلى بكتير قوي من اللي لابسين ملابسهم العادية، وحققوا نتائج اعلى بكتير برضه. فاللي حصل ان اللي لبسوا بالطو الطبيب بدأ عقلهم يحس بالمسؤولية اكتر، فبدأ يستدعي صفات الطبيب بقى زي الهدوء والتركيز والذكاء وكل الحاجات دي. فبدأ الجهاز العصبي بتاعهم يتصرف بمسؤولية اكتر. فالشخص ممكن يغير طريقة تفكيره ونسبة تركيزه بلبسه بس. فاللبس بيخليك تركز على حاجات معينة بعكس حاجات تانية. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك على الفيديو ده. سلام.